من ضمن الكولكشن الأغراض القديمة اللي عندي، فهذا جواز ملكي عراقي قديم مال سنة 1952 مال شخص اسمه ناصر. فكنت دا أقلب الصفحات مالته، وهنا انتبهت على شيء انه مكتوب سوريا ولبنان وتركيا ومصر ويونان وايطاليا وفرنسا وسويسرا واسبانيا وامريكا وانجلترا يقدر يسافر لهم بدون فيزا. يعني هو بهذا الجواز يقدر يروح لهاي البلدان بدون فيزا، بدون ما يحتاج. هنا يجي اخر شيء بالنظام مالته مكتوب انه يخول الباسورد العراقي صاحب السفر الى الاماكن المدرجه في الصحيفه الرابعه اللي هو كنا بدنا نقراه، ويجوز ان يضاف اليها اماكن اخرى بعد دفع رسوم 50 فلس. يعني تدفع 50 فلس وتضيف بلدان. يعني عادي، انت ماكو شيء اسمه فيزا، ماكو شيء اسمه حدود. طبعا هو الشخص ناصر مسافر هاي البلدان كل شيء، هو ما مقصر. والحلو بالموضوع الاخر انه ايش قد الثقه موجوده، انه هو عادي مكتوب قلم جاف. يعني عادي انا اضيف بلدان ايش قد ما اريد بدون ما ادفع شيء. يعني ايش قد كانت ايام خير، ايش قد ايام حلوه. تخيلوا هذا ب 52 الملكيه.